المرة دي جايبة لكم طريقة جديدة لتخزين الجزر، مش بقى ولا بمعلقتين ولا بمعلقة واحدة، بطريقة سهلة أوي هتخزني الجزر وهيفضل سليم معاكِ وطازة وهيبقى حلو أوي، حطيه في الفريزر. الحاجة دلوقتي رخيصة جدًا في الشتا، عودي تجيبي الخزين بتاعِك في الوقت اللي الحاجة رخيصة فيها وخزنيها. هنخزّنه من غير الفايدة بتاعته ما هتروح ولا في السلق ولا في المَيّة ولا في أي حاجة، ولا بالمعلقتين زي ما قبل كده ما الفيديو نشرته على اليوتيوب وجاب لي مشاهدات عالية. يالّا بينا نعرف الجزر بتاعنا هنشيله في الفريزر إزاي ويقعد معانا طول السنة علشان رمضان داخل علينا. كل سنة وأنتم طيبين يا رب. اوعوا تكونوا لسه ما نورتنيش بالمتابعة على الفيسبوك واليوتيوب، ربنا يسعدكم يا رب، واللايك كمان ينفعك بقى للبسلة لأي أكل. خزني هتجيبي الجزر بتاعك يا ست الكل كمية كده. أنا دلوقتي الجزر باشتريه الكيلو ب5 جنيه وكمان أحيانا ب10 جنيه على حسب بقى المكان اللي انتي بتجيبيه منه. يفضل ان انتي تجيبيه من سوق أو من ناس كده اللي هي بتعدي بتاعت الخضار دي، لأن المحلات بتبقى غالية شوية، وعلى حسب كل مكان انتي موجودة فيه. عايزة أقولك لو انتي كمان حاطة جزر عندك في التلاجة وبدأ يدبل وملهوش لازمة عندك، تقدري تعمليها بالطريقة دي وتقطعيها وتشيليها. طريقة سهلة جدا. هتقشريه من بره وبعد كده قطعيه بالسكينة او بالقطاعة دي اللي هي بتاعت المخلل. انا بحبها وبعتمدها عامة في تقطيع الجزر. لو في بسلة بيديني شكل حلو، حتى لو انا هسلقه بعد كده واعمله في العصير البرتقال برضك مش هتفرق، بس تبقي شايلة حاجة شكلها حلو وحاسة ان انت عاملة حاجة كويسة. يعني زي ما انتوا شايفين انا قطعت الكمية بتاعتي وهجيب كمية تانية، جربتها وطلعت حلوة قوي الطريقة دي. هنشطفه حبايب قلبي وبعد كده هنصفيه تماما من المية بتاعته. هنسيبه شوية على الرخامة او في اي مكان لحد ما يصفي المية بتاعته. يعني ولا هتسلقيه ولا الفايدة بتاعته هتروح. المرة دي واحدة دخلت وقالت لي لما انت كده بتسلقيه الفايدة بتاعته بتروح. لا، مش هتخلي الفايدة بتاعته تروح المرة دي، مع اني انا لما بسلقه انا بحطه 5 دقايق في المية وبطلعه. يعني الفايدة بتاعته ما بتلحقش تروح عشان انا بس بشمعه بالمية السخنة. كذلك يا ستي جبتلك الطريقة دي لقيتها افضل كتير بقى من المية المغلية تصفي وتعملي كده افضل. جربتها قبل ما انزلها لك ولقيتها حلوه والله عجبتني. طلعت من الكيس وكنت خايفه الاقيه بايظ او اي حاجه. لا 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 والله لسه مجربه الكيس ومطلعاه. حطيته في البسله لقيته حلو قوي ومش هيطرى منك ولا هتجرى له اي حاجه. هتسحبي الهواء اللي جوه الأكياس وتربطيه. هتطلعي الهوا وتربطي وتخزني في بيتك وتملي بيتك خير وسعادة بإذن الله. يا رب تفرحيني بالمتابعة والشير واللايك وتنوريني على الفيسبوك واليوتيوب بإذن الله تعالى.